هشام الخلصي. بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي آنساتي سادتي أحبائي في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير. مرحبا بكم معنا في الموعد الختامي في المشهد الأخير من بطولة كأس العرب قطر 2025 من هنا في ملعب لوسيل، وسط هذه الأجواء الاستثنائية الكبيرة الممتعة الممطرة الجميلة. إنها ليلة استثنائية وكبيرة ستكون خالدة بالتأكيد في أوساط كرة القدم العربية. نحن وإياكم هذا المساء في انتظار النهائي الكبير بين أسود الأطلس والنشامة لمعرفة من سيتوج باللقب في النسخة 11 من بطولة كأس العرب هنا في الدوحة، حيث ينتظر الجميع مواجهة مغربية خالصة بين السلامي وسكتيوي. ينتظر الجميع مواجهة بين الهجوم الأقوى لمنتخب النشامة والدفاع الأقوى لأسود الأطلس. ينتظر الجميع مباراة ممتعة هذا المساء بين المنتخبين الأفضل في هذه النسخة من بطولة كأس العرب. كل الأمنيات لحضراتكم بمشاهدة ممتعة من هنا في ملعب لوسيل في الدوحة، حيث الأجواء الجميلة جدا عبر منصة الشاشة. نتمنى للجميع فرجة جميلة هذا المساء، وبالتأكيد نتوقع أن تكون ليلة ممتعة جدا وسط هذا الحضور الجماهيري الكبير هنا في ملعب لوسيل. طاقم تحكيم بقيادة جلين نيمب سودر كيفس كحكام مساعدين، وبينما سيكون مانينغ حكم رابع من الصين سيتواجد أيضا في غرفة الفيديو هذا المساء في دايسان من سويسرا. يساعد خميس المري من قطر، عبد الله ظافر الشهري من المملكة العربية السعودية. كل الأمنيات لحضراتكم بمشاهدة ممتعة في هذا النهائي التاريخي. اليوم موعد مع التاريخ لاستمرار النجاحات للأسود الأطلس المغرب، أو موعد مع التاريخ لكتابة تاريخ جديد وحصد أول لقب للنشامة على مدار تاريخهم الكروي بعد نتائج رائعة جدا. سيب الرسان حسام أبو الذهب، مهند أبو طه، عصام السميري، نزار صاحب الرأسية الهائلة في الدور نصف النهائي، الرشدان، عامر جاموس، محمود مرضي، محمد مزريق شرارة، وفي الهجوم علي علوان. في قائمة المدرب المتألق جمال السلامي اللي كتب تاريخ مهم جدا للأردن بالوصول إلى كأس العالم. البداية كانت بكرة ثابتة واعدة لم تستغل من النشامة. الرد السريع يأتي بكرة ثابتة لمصلحة أسود الأطلس. في هذه الأثناء تدخل، وبعد ذلك حكم اللقاء يحتسب خطأ. جمال السلامي تحدي خاص، مباراة خاصة فيها الكثير من التحديات والمشاعر والصعوبات ومحاولة لتحقيق الفوز. بالتأكيد أنه يرغب في الفوز بهذا اللقب ليسجل اسمه بأحرف الذهب كأول مدرب يفوز ببطولة في تاريخ منتخب الأردن. لكن البداية لأسود الأطلس وسط متابعة من الجميع هنا. المغرب في السنوات القليلة الماضية قفزة هائلة على مستوى المنتخبات الوطنية بكوادر وطنية، على مستوى الشباب، المنتخب الأولمبي، المنتخب الأول. كرة مغربية، محاولة عرضية داخل المنطقة، لكن الدفاع يتدخل وعادت طنان يبحث عن المرور. أسامة في اليمين، محاولة لا زالت لمصلحة الأسود بحثا عن الرؤوس. كرة عرضية تغطية من جانبي مهند أبو طه لتنهب الكرة، لتعود الكرة. كيف ستكون البدايات بعد أن كانت بطولة مثيرة جدا من المنتخبين؟ محاولة على حدود المنطقة، تغطية وتدخل، الله على اللمسة، جميل الكرة لمصلحة المنتخب الأردني من عامر إلى القائد مرضي أمامي علوان 4 أهداف في صدارة الهدافين. جميل هذا الكعب، لمسة رائعة والتسديدة خطيرة. الله يا طنان، هدف عالمي يا أسامة. الله على هذه الكرة، من
يصدق هذه اللقطة؟ من يصدق هذا المشهد؟ من هو صاحب هذه الركلة؟ من هو صاحب هذه القذيفة بعيدة المدى؟ المنتخب المغربي يتقدم، الأسود مبكرا بضربة بعيدة جميلة هائلة ولا أروع، كانت في اللقطة الأخيرة لمصلحة المنتخب المغربي. يا عيني على الكرة، لعب كويري، كرة جميلة جميلة، طنان يا عيني، طنان الفنان أسامة على طريقة النجوم الكبار. من صاحب هذه الركلة؟ هل كان فانديراما؟ لا. هل كان كريستيانو رونالدو؟ لا. من صاحب هذه الكرة بعيدة المدى؟ إنه أسامة طنان، إنه مغربي المولد، إنه لاعب الفريق الثاني، ولكنه يلعب في يوم النهائي. كم لديكم من نجوم، من مواهب، من كرة قدم ممتعة، من لمسات ساحرة، لعبة ولا أروع. الفنان أسامة طنان لعيب في لقطة ولا أجمل، لعب كويري في الكرة الأخيرة. الله على هذه الكرة، على هذه البداية، على هذا المشهد. المغرب عندما تصل إلى مباراة نهائية لا يمكن أن تبقى تكتفي بدور الفريق الوصيف، لا بد من اللقب بأي ثمن. سكتاوي في 7 مباريات ضد السلامي. بالسلامة يزيد، بالسلامة إن شاء الله يزيد. يا إلهي على لقطة، من كان ينتظر يتخيل يتوقع هذا المشهد، من كان يتخيل هذا المشهد. بالتأكيد أن البداية قوية جدا، أن التسديدة بعيدة جدا، أن الكرة مباغتة، أن الكعب لا رائع، أن الكرة اليسارية رائعة جدا. علق عليها مرة واثنتين وثلاثة وأربعة، مجدها وعلقها وسجلها في أجواء ممطرة. لقد كانت ركلة مستحيلة، لكنها بقدم طنان ليست كذلك. أسامة وضع يزيد في مقتل، أصاب شباكه ويزيد أصاب القائم، والمغرب أصابت الهدف. والفرحة بهذه الصرخة، والأمطار لا زالت في الدوحة، والأجواء جميلة في بداية هذه الفرجة الرائعة جدا لنهاية جميل يبدأ بهذه الصورة لأسود الأطلس. بالتأكيد كنت أتكلم على عهد رائع جدا لأوساط الكرة المغربية. بالسلامة إن شاء الله يزيد، بالسلامة إن شاء الله ليزيد. بداية صعبة للغاية في هذه اللقطة، الهدف اللي كان من تسديدة مباغتة جدا، محاولة بناء هجمة بتمريرة طويلة بحثا عن علوان. سعدان دائما بارع في الكرات الهوائية. بركاوي يحاول أن يمر، بركاوي الونتو جميلة، بركاوي بتسديدة قوية خطيرة وفرصة، لكن الدفاع تدخل. يا الله يا الله على لقطة، كرة جميلة. البركاوي عمل كل شيء في اللقطة الماضية، لكن شوف اللقطة، هذه الكرة تسديدة رائعة وتصدي في المرة الأولى، وفي الثانية خلص الدفاع ليبعد الخطر في اللحظة الأخيرة. عصام السميري أمام أزارو، اللاعب الوحيد اللي سجل في نسختين متتاليتين من بطولة كأس العالم هو كريم، هو البركاوي المتألق في هذه البطولة بصورة واضحة جدا. اللاعب سيستأنف، حكم المباراة يتكلم مع اللاعبين في هذه الوضعية بعد تقريبا 12 دقيقة لعب في النهائي. المغرب 1 الأردن لا شيء. طنان مرة أخرى بكرة طويلة، ولكن يزيد يبدأ مرتبك، احرمات مر وتسديد صدمت في الدفاع. إنها دقائق المغرب. إن عبد الرزاق بالسلامة إن شاء الله كريم. البركاوي انطلاقة وحيدة في هذه المباراة كانت رائعة جدا، قتالية عالية للاعب اللي يلعب في الإمارات، وقبل ذلك في المملكة العربية السعودية، وقبل ذلك طبعا محليا في المغرب، يقدم مردودا كبيرا باجتهاد كبير وبمستوى عالي. بركاوي يحب الاستمرار في هذه المباراة، لكن يبدو عنده إصابة، غير قادر على مواصلة اللعب. انتبه يا حكم، هكذا يتكلم محمود مرضي مع حكم المباراة. إذا أشرف المهداوي سيكون على حساب البركاوي. المهداوي ويتمرس على هذه النوعية من المباريات. الأردن بالتأكيد أنه الفترة الماضية نجاحات كبيرة في أقل تقريبا من 2 سنين. الأردن في نهائي كأس آسيا، في نهائي كأس العرب،
وفي نهائيات كأس العالم. هذا كل حدث تقريبا فيما يقارب العامين. لذلك اليوم رغبة في أن يحققوا أول لقب في تاريخهم على الإطلاق بالنسبة للنشامة. التمريرة جميلة في الجهة اليمنى، سميري بعودة لنزار، رشدان على اليسار تصل إلى مهند، المحاولة للبحث عن كرة عرضية، ينتظر أيضا الزملاء بكرة أمامية. الدفاع تدخل مرة أولى من بوفتيني. في الجانب البدني في ألعاب الهواء المغرب بارع جدا على مستوى الخط الخلفي بالقليل من الأخطاء. شوف الترابط الدفاعي القوي، لمسة باتجاه يسار، عودة بعد ذلك في وسط الميدان، كرة إلى حريمات ربيع، المساوي، ضغط عالي، ساعدها منتخب الأردن، شرارة سرع فيها. شوف اللاعب رقم 6، بالله عليك شوف اللاعب رقم 6، شوف الخبرة الكبيرة لحريمات والإمكانيات العالية في وسط الميدان. إذا لم تفز به، هكذا كان لسان أو حديث المدرب سلامي قبل انطلاقة هذه المباراة في المؤتمر الصحفي. تعود الكرة مرة أخرى. بالتأكيد أنه اليوم يواجه منتخب المغرب. هذه كرة خطيرة تصل مهند، تسديدة قوية صدمت ولا زالت في اللعب، لا شيء في قرار الحكم. بعد ذلك أمامية. الآن النشامة يلعبون كرتهم، إرادتهم، روحهم، مهاراتهم، قتالياتهم على اليسار بتمريرة أمامية خطيرة خطيرة، لكن الدفاع يتدخل وبعد ذلك الإبعاد على مرة واثنتين وثلاث، وحكم اللقاء يعطي استمرارية لعب. نزار رشدان، كرة تصل من جانبي، بالسلامة محمود، شرارة الآن، القائد مرضي على الأرض، يتألم، يشعر بالألم، إصابة، لابد من إخراج الكرة. تعود الكرة على الجهة اليسار، تمريرات أردنية في الجهة اليسرى، محاولة من أبو طه لكن الدفاع تدخل وبعد ذلك إلى رمية جانبية للمنتخب الأردني. بالسلامة محمود، المتألق في هذه البطولة القائد محمود في ظل غياب 3 إلى 4 لاعبين مهمين في قائمة النشامة. ألف سلامة محمود، ألف سلامة، ألف سلامة. كانت سوى المنتخب الأول للأسود الأطلس، وبالتالي فإن المغرب تتمنى في أن تحصل على هذه البطولة وأيضا على بطولة كأس أفريقيا الأمم في النسخة التي ستنطلق من هدف ثاني لتعزيز التقدم. كرة عرضية خطيرة لكن الدفاع تدخل في المرة الأولى ولا زالت بعودة يسارية، محاولة باتجاه بوفتيني تمريرة لكنها ناقصة خاطئة، عادت لمصعد شرارة، طويلة أمامية بدون تركيز، أقرب لسعدان ثم بعد ذلك للمساوي. مباراة كبيرة جدا. شوف ماذا تعمل الثقة عندما تحصل على الثقة وتلعب بتركيز عالي. الأسود الأطلس في هذه الدقائق بالذات يتحكمون في إيقاع النهائي، في إيقاع المباراة. على الجهة اليمنى بولكسوت إلى أسامة، طنان بروعة في جهة اليمين، خطيرة، محاولة لمصلحة المنتخب المغربي لكن التغطية وبعد ذلك إلى ضربة مرمى. يا الله على لقطة، يا الله على لقطة يا سكتاوي، كانت من الفنان أسامة، كرة جميلة لكنها بعد ذلك خرجت من بولكسوت إلى ضربة مرمى في قرار الحياة. بولكسوت جناح يمين وليس ظهير. محمد يبحث عن كرة عرضية، يأخذ حرية هجومية واضحة جدا في هذه المباراة. في الكثير من المرات بولكسوت يتحول إلى جناح. نفس الأمر شوف على اليسار المساوي، واحد للمنتخب المغربي وأفضلية على مستوى الأداء في هذه الدقائق. تسديدة قوية لكن التصدي لحظة في ناصر، تسلل وبالتالي الكرة ضايعة على الهجوم المغربي بدون أي فرصة حقيقية على مرمى مهدي. بأكثر من كرة كانت خطيرة على مرمى يزيد، واحدة منها غلطت يزيد. للمدرب وللاعبي النشامة انتظار هذه اللقطة يا شرارة، هل منها هدف العودة يا شرارة؟ نتساءل وإياكم. طويلة الشرارة، رأسية نزار سهلة بعد ذلك إلى مهدي بن عبيد. كنت تجاح منقطع النظير في آخر نسختين بالذات على أرض قطر.
النسخة الحالية أكثر من 1,120,000 متفرج حضروا المباريات. خاطئة إلى طنان. أسامة يحاول أن يمر لا شيء. اللاعب يستمر. الخطأ على طنان. خطأ على طنان لمصلحة المنتخب الأردني. جهة اليمين نصيب سعد الروسان. حسام أبو الذهب. 10 دقائق على نهاية الشوط الأول. المغرب 1 الأردن لا شيء. هل هذا الهدف الوحيد في الشوط الأول أم هناك شيء؟ محاولة من جانب مرضي لكن أمامه أكثر من لاعب. بمبدأ الأمان لا مجال للأخطاء. بوفتين يخلص الكرة بعد تغطية في اللقطة الماضية من جانبي أنس باش. المغاربة في هذه الصورة والمحاولة على الجهة اليسرى بكرة عرضية خطيرة باتجاه الشرارة. الدفاع تدخل ولا زالت أردنية لكنها جاءت بعيدة بعد ذلك وخرجت كرة عصام السميري إلى ضربة مرمى. اليوم المواجهة بين أقوى خط هجوم في البطولة وأقوى خط دفاع. الأحداث العالمية تصور أن الدوحة خلال 24 سنة أسف هذه كرة خطيرة أمامية أزارو لكن التغطية في اللحظة الأخيرة أسف كانت هجمة خطيرة. نكمل المعلومة لاحقا لأن المغرب تريد هدف ثاني قبل نهاية الشوط الأول. أتكلم عن بعد خروج كريم البركاوي. هذه كرة أمامية محاولة باتجاه وليد أزارو يكسب كرة. حط كرة في الجهة اليمنى خطيرة من زحزوح عرضية خطيرة وفرصة مغربية طنان يا الله ولا زالت خطيرة لمصلحة المنتخب المغربي في الجهة اليمنى. أمين زحزوح حطها الله يا إلهي على الأخطاء يا الله على الكرة. شوف الهجمة المغربية التصدي بوليلة والثانية الدفاع. شوف الكرة مرتين تسديدة في الأولى تصدى الحارس في الثانية الدفاع في المرتين. فشل المنتخب المغربي في إضافة الهدف الثاني. يبقى الأردن على أمله في هذا النهائي. لم يستسلموا لا زالوا واقفين لم يخسروا لا زالوا مقاتلين. النشاط المحاولة لمصلحة أسود الأطلس مع فرصة مواتية. سعدان بوفتيني والبقية مع زارو. فرصة لمصلحة طنان حطها في اليمين. بوكسوت عودة لأسامة مرة أخرى يسارية داخل المنطقة في القائم الثاني لكن الإبعاد إلى ركنية. تحولت اللقطة الأخيرة من جانبي نزار رشدان إلى ركنية لمصلحة منتخب المغرب. نهاية النسخة الأخيرة. الجزائر بطل النسخة. الإشادة ستكون أكثر باللاعبين الهدافين أو المهاريين أو صناع اللعب أو حتى حارس مرمى عندما يتصدى لكرة. أما مهندس خط الوسط دينامو خط الوسط ربيع حريمات ربما لا يلقى الكثير من الكلمات كجندي مجهول نشوفها في هذه البطولة. طويلة خطيرة وأزارو لكنها أقرب إلى الحارس. خطيرة اللقطة الماضية لم يكن فيها تسلل في قرار الحكم المساعد. شوط مغربي بامتياز وانتظار ردة فعل أردنية ربما في الشوط الثاني. استمرار الأمور على حالها. شوط ثاني سلامي نبي اليوم في ملعب لوسيل. حضور جماهيري كبير تقريبا ممتلئ الملعب. أمامية كرة لمصلحة وليد. تدخل وكانت من زحزوح في وسط الميدان. محاولة مرور فيها تدخل وخطأ يحتسب حكم المباراة لمصلحة المنتخب الأردني. تغيير اتجاه اللاعب بكرة لكنها بدون تركيز. أقرب للدفاع. محاولة أمامية في المساحة في المرتدة في الانطلاقة المغربية إلى زارو يبحث عن كرة عرضية لكن الدفاع تدخل. كرة وليد إلى ركنية لمصلحة منتخب أسود الأطلس. بعيد اللقطة المهاجم الخطير جدا وليد أزارو. ترقب النشابة وانتظارهم في هذه المباراة. حذر يزيد حذر يا ابو ليلى. كرة من أسامة بالذات. طنان على تنفيذ ركنية عرضية في القائم الأول خطيرة. الدفاع تدخل. أسامة استعادها. طنان يعود الكرة للوراء. بولسوت أسامة في الانتظار في التمرير الأمامية لكن مرضي في التغطية الأولى وبعد ذلك إلى الشرارة. شرارة عدى من الأول. شرارة مرة من الثاني. شرارة إلى نزار. محاولة رشدان طويلة وتغيير اتجاه اللاعب. خاطئة من الدفاع تصل بعد ذلك لمصلحة
المنتخب الأردني مهند أبو طه للوراء، كرة أردنية بتمريرة أمامية، هل هي فرصة العودة؟ لا زالت سقط شرارة، ولكن الكرة لا زالت لمصلحة الأردن بكرة أمامية يكسب من خلالها نزار رشدان. الرمية الجانبية، كم بقي من الوقت؟ إنها الثواني الأخيرة على نهاية الشوط الأول، ثواني أخيرة على نهاية الشوط الأول. هدف بتسديدة رائعة من منتصف الملعب وتغيير إجباري بخروج البركاوي مصاب، والسحب فصول المنتخب المغربي على العديد من الفرص والاستحواذ بشكل أكبر. الأردن يحاول في نهاية شوط المباراة الأول أن يحصل على التعادل. مهند في هذه اللقطة، أبو طه لليسار، كرة لمحمود مرضي يحاول أن يمر، مرضي بكرة عرضية داخل منطقة دفاع، تدخل ولا زالت خطيرة، رأسية لمني بعد مرة ثانية وثالثة، ثم بعد ذلك الكرة في وسط الميدان يبدو أنها الصافرة بالفعل تنطلق في هذه الأثناء سيداتي وسادتي لتنهي الشوط الأول في هذا النهائي الكبير في ملعب لوسيل للنيبر. استمرار ذلك فيستمر من عين أو في حراسة مرمى المنتخب المغربي، والحديث عن المهدي بن عقيل على مستوى حراسة المرمى أمام سعدان وسفيان وفتيني. بول سكوت في الجهة اليمنى، كرة رأسية، في بطولة كأس العالم. أراهن على ذلك، أدفع على ذلك، أقدر وضع ذلك، أعرف ذلك، قرأت ذلك، شاهدت ذلك، عرفت ذلك. الأردن الآن من جديد مغربية إلى خارج أرضية الملعب، تصل إلى ركلة مرمى اصطدمت في الشباك الجانبية، تحولت إلى خارج أرضية الملعب. رأسية كانت عن طريق اللاعب المتقدم مروان سعدان، بينما هنا علوان. الله على هذا الارتقاء من علي علوان، وهدف التعادل، هدف ذلك بإقدام اللاعب حسام أبو دهب، يلعبها إلى سعد الروسان، ثقة كبيرة جدا يدخل من خلالها المنتخب الأردني إلى أحداث شوط المباراة الثاني هنا في هذا اللقاء، وينجح في العودة والتسجيل، وبالتالي يعدل الأمور براسية عن طريق الهداف الرائع المميز اللاعب علي علوان. علي بالمناسبة إمكانيات رائعة جدا بالنسبة لهذا الرجل، قد يكون مظلوم إعلاميا شوي بحكم وجود منتخب فيه الدعمري ويزن عماد من ناحية أو ممكن شوي هم أحلى منك يعني. جميل أنت يا علي، جميل يا علي بكل الأحوال. قد يكون مظلوم إعلاميا في هذا الجانب. في المنتصف تعود عن طريق اللاعب سعد الروسان. مرور الدقائق الفريقين بكل تأكيد سيتجهون إلى اتجاه المحافظة على النتيجة وعدم المبالغة في التقدم من أجل عدم إيجاد المساحات، وبالتالي الأمر سيكون أقل من ناحية الفرص بالتقل في مباراة اليوم، ليعطي العرب لقبا سادسا على مستوى سابعا على مستوى أربعة مدربين أو 4 ألقاب للمدربين العراقيين. حققت اللقب وبطولاتها ال4 مع مدربين وطنيين.
مصر مع الجوهري والجزائر مع المدرب مجيد بوكر. واليوم واحد من الاثنين مع مدرب المغربي. كرة بمحاولة داخل منطقة الجزاء ملعوبة الآن وبعدت في التوقيت المناسب. بالمناسبة المغرب حققت لقبها الوحيد في هذه البطولة بقيادة المدرب البلجيكي إيريك جيرتس عام 2012 هنالك في المملكة العربية السعودية. أمامي الآن محاولة في الجهة اليسرى، يبحث علي علوان عن التقدم لكن أيضا تغطية حاضرة وقادر على إكمال هذا اللقاء، وبالتالي يضطر الآن إلى مواصلة المشوار. كرة بتسديدة ملعوبة إلى خارج أرضية ركلة مرمى أو ركلة ركنية. حارس المرمى مهدي بن عبيد هنا يشير إلى ركلة مرمى، لكن الحكم نعم قرار سليم جدا باحتساب ركلة الركنية لمصلحة المنتخب الأردني على يسار حارس المرمى المهدي بن عبيد. ركلة ركنية للأردن الآن. محاولة هنا في الدقيقة رقم 19 على بداية شوط المباراة الثاني. مشاهدينا متابعينا في كل مكان عبر قنوات الكاس وفي نهائي بطولة كأس العرب ما بين المنتخب الأردني والمنتخب المغربي في اللقاء النهائي الأول ما بين المنتخبين، وفي المواجهة الرابعة تاريخيا والثالثة في بطولة كأس العالم. ماذا هناك هذه الكرة قد يعود فيها حكم المباراة إلى تقنية الفيديو لوجود لمسة يد على اللاعب البديل المهداوي. هذه اللقطة هل اتخذ القرار؟ هو اتخذ القرار، هل قرأ المادة؟ بكل تأكيد حفظها. الآن سيعلن القرار. Number 16 of Morocco played the ball with the hand, so my final بنالتي ركلة جزاء على المهداوي، ركلة جزاء على المهداوي يشير إليها حكم المواجهة الحكم السويدي إدلين نويبرغ في هذا اللقاء، ويعلن عن وجود ركلة جزاء للمنتخب الأردني. النشامة وتغيير الوضع واحتمالية تبديل الأماكن ومن تأخر بهدف إلى تقدم الآن. هل يكون ذلك حاضرا أم أن بن عبيد سيكون له رأي آخر؟ مهدي في مواجهة علوان، علي في مواجهة مهدي بن عبيد أمام الأردن، علوان أمام المغرب بانتظار تنفيذ ركلة الجزاء وبانتظار هدف آخر أو تصد من الجانب الآخر. هنا ننتظر على تنفيذ الكرة والمحاولة القادمة لمصلحة المنتخب الأردني من علامة الجزاء. هداف البطولة علوان يتقدم، علوان في مواجهة مهدي بن عبيد. علي على رأس الأردن والأردنية، على رأس الأردن والأردنية، على رأس الأردن والأردنية. ومرة أخرى علم الأردن علا بالعلالي وعلا علوان مرة أخرى ومن علامة الجزاء يسجل ويتقدم ويضيف الهدف الثاني ليقلب الأمور لمصلحة المنتخب الأردني، ليقلب الأمور لمصلحة الأردن الآن بهدفين مقابل هدف واحد. 2-1 هنا في هذا اللقاء، 2-1 في هذه المواجهة في سقف المرمى. الله. هل علي علوان هو أفضل منفذ لركلات الجزاء على مستوى العرب حاليا؟ هذا السؤال الذي يطرح الآن، وبكل تأكيد لن يتردد الكثير في الإجابة بنعم، لن يتردد الكثير في الإجحاف في التعامل مع النقص العددي في الشوط الثاني وخرج بالتعادل. الأمر تكرر بانتصار على السعودية 1-0 و1-0 على مشهور قاسيون، وفي المباراة الماضية بثلاثية للمرة الأولى يعيش الجمهور المغربي ومدرب المغرب ولاعبينهم وضعية الفريق المتأخر بنتيجة المباراة. هكذا هو الوضع في اللحظات القليلة الماضية
من أحداث هذا اللقاء عندما سجل علي علوان من علامة الجزاء وأهدى المنتخب الأردني نتيجة التقدم بهدف مقابل لا شيء. سلامات بوفتيني هذه ملامح لاعب يعلم تماما بأنه سيتم استبداله. نعم هذه ملامح لاعب يعلم تماما بأنه سيتم استبداله، سيترك أرضية الملعب في اللحظات القادمة. بوفتيني على مستوى يقول لا ما راح حط، لكن القرار يأتي من طارق سكيتيوي بأن التغيير قادم والتبديل قادم، وبالتالي أيضا طنان هو الآخر يترك أرضية الميدان في هذه الأثناء كتبديل آخر حاضر للمنتخب المغربي، واللاعب أنس باش هو الآخر يترك أرضية الملعب في هذه الأثناء. البدلاء الثلاثة اللي نزلوا سنتحدث عنهم الآن، مما يحدث ربما تغيير على مستوى طريقة أو أسلوب اللعب في الدقائق القادمة. صابر بوغرين يلعب كرة في الجهة اليسرى إلى المساوي، مهداوي أمامية من المهداوي لا زالت مستمرة وقائمة تصل إلى عبد الرزاق حمد الله على مشارف. الله 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 يا الله، راية وتسلل ركلة حرة غير مباشرة، اعتقد بوجود التسلل على عبد الرزاق او على البديل له هذا أزارو. نعم أزارو متسللا في هذه الكرة، ولكن بالرغم من ذلك هنالك مهند ابو طه تدخل وابعد في اللحظات القليلة الماضية. وصلت الكرة الى ركلر دافع بشكل رائع جدا تعودنا عليه كذلك دائما وابدا عندما يتقدم بنتيجة يعني جيدا عدم التفريط في هذه النتيجة. الان تعود من جديد عرضية داخل منطقة الجزاء راسية، لكن ابو ليلى ولكن تعود من حمد الله يستسجل. راية وتسلل ركلة حرة لمنتخب الأردن الآن بانتظار تأكيد تقنية الفيديو على قرار الحكم المساعد. ننتظر الآن هل هنالك راية تسلل الحريمات؟ صح يا حريمات. لماذا يحتاج لاعبو المنتخب الأردني على حكم المباراة؟ ما فيها سيعتمد الهدف. حمد الله أعاد المغرب إلى المواجهة، أو هنالك لمسة يد ربما. لازلنا في شك ولنتأكد سيعتمد الهدف. خذها مني يا مغربي. القرار من تقنية الفيديو سيأتي بعد لحظات. أرى فيه الاعتماد. احتفل يا حمد الله وليحتفل المغاربة بانتظار التأكيد بعد العودة. نايبرغ ماذا هناك؟ لسه تحتفل. أنا ما أقول احتفل.
اعتادوا على الاستسلام، يرفعون الأمور من جديد ويعيدون الكرة مرة أخرى إلى أرضية الميدان بنتيجة التعادل 2-2. الله 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 الله. هكذا كدايرين لدراري، كدايرين لدراري الآن بعد التعادل. أنا أعلم بأن الكثير كان يضع يده على قلبه، لكن في هذه الأثناء الأمور هدأت. أسأل أنزاكي أزول بالله، هل أنتم بخير؟ كيف حالكم الآن؟ كيف هي الأمور؟ كيف هي الأمور بعد العودة بنتيجة التعادل 2-2 في اللحظات الأخيرة وفي الدقيقة الأخيرة؟ ينجح سكيتيوي يثبت الاثنين فعليا بأنهم الأفضل على